السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا ربي. اليوم إن شاء الله راح نوجد معاكم وصفة الكباب، يجي بزاف بنين بواحد المرقة تجي خاثرة. صدقوني هاد الكباب بنين بزاف بزاف وما يشدش الوقت في التحضير تاعو. تم توجدوه. في كسرونة نحط شوية زيت، نزيد عليهم فخذ تاع الدجاج. نتوما حطوا اي حاجة تحبوها، نحطهم يتقلاو مليح. من بعد نزيد عليهم مغرفة تاع الملح، نقليهم مليح مليح. من بعد نزيد عليهم بصلة مسكرفتة، نخلطوها كامل، نقليوها. من بعد نغطي عليها، نخليها حتى تدبل هذاك البصل. من بعد ما تقلالي كامل مليح، نزيد عليه شوية قرفة، اللي عنده العود يحط العود خير، ونزيد عليه فلفل كحل وشوية كركم. نخلطهم كامل مليح، نزيد عليهم مغرفة صغيرة تاع لاموطاد. هنا سمحولي زدت له المعدنوس تحذف لي المقطع. من بعد نزيد عليهم مغرفة صغيرة تاع الفارينة، هذه هي اللي تخلي المرقة تاعنا تجي خطرة. ولا موطارد هذيك تعطيله واحد البنة صدقوني روعة. نقليوهم مليح مليح. من بعد نزيد عليهم الحمص، نحركهم كامل مع بعض. من بعد نمرق بالماء السخون. نحركهم كامل. من بعد نغطي عليهم، نخليهم يطيبوا في غرضهم. بعد ما طابت لي لاصوص تاعي، نحي هذاك الدجاج من الداخل. من بعد نزيد عليه البطاطا اللي كنت قطعتها طويلة وخشينة، قليتها، نديرها كامل لداخل، ندخلها في لاصوص تاعنا. من بعد نحط فوقها فخوماج غابي. نغطي عليهم ونخليهم حتى يدوب كامل هذاك الفخوماج. هاوليك الطبق تاعنا بعد ما وجد، شوفوه كيفاه جا بزاف بزاف بنين ويشهي. صدقوني هاد الوصفة اكثر من رائعة. نتمنى انكم تجربوه وين الاعجاب تاعكم. وإلا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وابوني. ما بقى لي غير نقولكم شهيتكم بالصحة والهنا. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى.